السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرارات الكاف اليوم ما كانتش غير عقوبات، كانت صفعة قوية للمغرب. الكاف خرج بقرارات تأديبية قاسية بعد نهائي كأس أفريقيا 2025، ولكن بصراحة المغرب كان هو الضحية الأكبر. خلونا نفهموا شنو وقع. أول حاجة، تم توقيف أشرف حكيمي لمباراتين، وحدة منهم موقوفة التنفيذ، وزيد عليها توقيف إسماعيل السيباري ل3 مباريات مع غرامة 100,000 دولار. يعني مباشرة المنتخب المغربي غيتضرر رياضيا، وغنفقدوا لاعبين مهمين في المواعيد الجاية. ومن جهة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فالكاف فرض غرامات ثقيلة: 200,000 دولار بسبب الجماهير، 100,000 دولار بسبب اقتحام منصة الفار، 15,000 دولار بسبب استعمال الليزر من طرف الجماهير. يعني أكثر من 300,000 دولار غرامات مالية، رقم كبير بزاف. والسؤال اللي كيطرح راسو، واش المغرب بوحدو اللي مسؤول على هادشي كله؟ اللاعبون المغاربة كانوا محتجين على قرارات تحكيمية واضحة ومثيرة للجدل، كاحتجاج على الفار جا من الإحساس بالظلم ماشي بنية التخريب. ولكن العقوبة القاسية جات على المغرب فقط، ومن جهة أخرى حتى السنغال تعاقبت، لكن الغرامات ديالهم كانت مالية أكثر، وما تمش المس الحقيقي بنجومهم بحال ما وقع مع المنتخب المغربي. وهنا كيبان أن التأثير الرياضي الأكبر وقع على أسود الأطلس. الخلاصة وبكل وضوح، المغرب خرج مظلوم من هذا النهائي، مظلوم تحكيميا، مظلوم تأديبيا، ومظلوم حتى جماهيريا. الكاف بان أنه اختار سياسة القبضة الحديدية، ولكن للأسف تبقى بقسوة أكثر مع المغرب. وهذا كيعطي إحساس قوي عند بزاف ديال المتابعين أن القرارات ما كانتش عادلة 100%. السؤال اللي خصنا نطرحه، واش الكاف فعلا كيعامل جميع المنتخبات بنفس الميزان، ولا كاين دائما طرف كيخلص أكثر من غيره؟